أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير، وأرحب بكم في حلقتنا الأولى من برنامج ليالي العيد. في هذه الحلقة مشاهدينا الأعزاء سنقترب أكثر في ملف لطالما تساءل كثيرون عن خفاياه، وكذلك لما يتعرض له من تنكيل وكذلك من اضطرابات واحتقان، وهو ملف الأويغور وبالتحديد في تركستان الشرقية. لمناقشة الأجواء الرمضانية كيف مرت في هذا البلد، وكذلك الأجواء العيد كيف تمر، وكل ذلك سنتعرف عليه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الباحث في الفكر السياسي الإسلامي ومسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية، الدكتور محمد أمين الأويغوري. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور محمد. تحياتي لكم وللمشاهدين جميعا، السلام عليكم. يا أهلا وسهلا وعليكم السلام. في البداية دكتور، لو تضعنا في أجواء رمضان، كيف مرت في تركستان الشرقية مع الاضطهاد والعراقيل وكذلك الاحتقان الكبير الذي كان بين السلطات الصينية بالتحديد وبين المجتمع الأويغوري معذرة؟ نعم، يمكن في هذا المقام تقسيم هذه المشاكل إلى قسمين. أولا ما قبل 2013 وما بعد 2013. قبل 2013 قبل مجيء الرئيس الحالي شي جين بيونغ إلى السلطة، كنا عندما يأتي عيد، فترة العيد، نبدأ مباشرة نصلي صلاة العيد جماعة، من صغار إلى الكبار كلنا نصلي هكذا ونعيش بفرحة العيد. ثم بعد ذلك نزور الكبار، آباء أجداد وهكذا، ثم أقاربنا، ثم هكذا جماعة يتكثف كل أسرة مع زيارة للأقرباء، زيارة للأساتذة، حتى شباب زيارة لزملائهم أصدقائهم وهكذا. فنحن كشباب تركستانيين وطلاب العلم مباشرة مثلا أيام العيد، عيد الفطر تحديدا، يستمر أسبوع أو 10 أيام بكثافة الزيارات للأساتذة، للدعاء وللعلماء وللفقيه في منطقة. نعم. لن نترك أي شخص له تأثير في المجتمع حتى نزورهم ونسمع منهم نصائح للشباب وهكذا. ولكن بعد 2013 تقلب الأمر إلى العكس، فهذا الرئيس أغلق كل ملف التقاليد الإسلامية في تركستان. الرئيس التركستاني عفوا، صحيح؟ لا، رئيس الصين. الصيني. نعم، رئيس الصين مباشرة يضغط يرسل هنا قوانين حظرات محلية. هؤلاء يطبقون أكثر مما يأمرنا رئيس الصين. الحزب الشيوعي كما تعرفون، نعم، بقسوتهم مشهورة، صحيح. نعم، بكثافة الرقابة. فهؤلاء ينفذون أكثر مما يطلبون منه. فسلطات محلية يتجاوزون الأوامر التي تعطى لهم. نعم. هذه السلطات المحلية بدأت باعتقال المؤثرين من العلماء ثم طلاب العلم، فحتى تدخلت زيارة الأقرباء وزيارة كبار في السن وهكذا في المحل. فتقلصت عيد الفطر من 10 أيام، من أسبوع إلى 3 أيام في 2013، وبعدين أعطى يوم واحد فقط فرصة العيد، سلطات محلية أقصد. أثناء عيد واحد فقط أصبح يوم واحد الليل. نعم، يوم واحد فقط من بعد 2013. نعم. كذلك هنا فعالياتنا مثلا زيارة الأقرباء، زيارة الأصدقاء، التجمع في إحدى بيوت أصدقائنا مثلا لنسمع من مواعظ الأساتذة وهكذا، حتى ننشط قلوبنا ونستعد لما بعد رمضان وهكذا. انتهى كل شيء. فيراقبنا السلطات محليا وعبر جواسيس، عبر كاميرا مشددة في كل شيء. انتهت كأن ثقافة فرحة العيد
ثقافة العيد، عيد الفطر، محاولة انتهى. للقضاء عليها. نعم. نعم، ولكن دكتور هنا سؤال مهم. نعم. كيف تخضع تركستان الشرقية سياسيا للصين؟ الوضع السياسي لهذا البلد. نعم، سؤال مهم. تركستان منذ احتلال الصين لتركستان الشرقية في عام 1949 يعني الصين تدخلت في كل شيء، رغم أن يعني صلاحية المنطقة، صلاحية الإقليم، يعني إقليم الأيغور الحكم الذاتي، ولكن يعني الحكم الذاتي في البداية يعني في يعني أذهان الناس أنها يعني إدارة مستقلة لكن تتبع لسلطة مركزية في بكين في الصين. نعم. لكن هذا مختلف تماما، يعني هذا حبر على ورق لا ينفذ أبدا. يعني صيني في يعني أولى مقام في تركستان الشرقية ينفذ أكثر مما ينفذون في داخل الصين في تركستان الشرقية. ما هو دور السلطة لهذا الإقليم؟ يعني دور السلطة كأنها دمية لا يوجد لها أي تأثير سياسي إلا هؤلاء لعبة في يد الحزب الشيوعي الصيني. يعني على رأسها كل الكوادر الحزب الشيوعي في مقام الأولى في السلطة. هؤلاء يعني الذي يأخذ أو منخرطون مع السياسة مع السلطات الصينية أو مع الحزب الشيوعي سياسيا، هؤلاء المنخرطون فقط ينفذون الأوامر فقط، دمية. فلذلك نحن يعني خاصة مسلمون في تركستان الشرقية، يعني أهل تركستان، هؤلاء يعني أقصى يعني معاناة سياسيا وأقصى تنكيل يعني ظلما وتنكيلا. نعم. ولكن أستاذي إذا ما بقينا في أجواء رمضان، نعم. منع الصلوات، صلاة التراويح تحديدا، إغلاق نعم. المساجد، كل هذه الإجراءات التعسفية في شهر رمضان تحديدا، يعني هل هي متكررة وسياسات طويلة المدى يعني ستظل مستقبلا لفترة؟ نعم، نفس الكلام يتكرر هنا. قبل 2013 كنا مستريحين في أداء صلاة التراويح جماعة في المساجد، في مسجد الذي نريده نحن، وهنا قيام الليل، صلاة التراويح كلها كانت في ذلك الوقت متاحة. لكن بعد يعني مجيء هذا الرئيس الجلاد، الرئيس الحالي، يعني انتهى كل شيء، أغلق هنا ثلثي مساجد تركستان الشرقية. هنا 29,000 مسجد وجامع في تركستان الشرقية إحصائيا هكذا، يعني حسب إحصاءات صينية. لكن الآن هدمت أو أغلقت 16,000 مسجدا في تركستان. يعني هذا يعني أن يعني ثلث تركستان يعني مساجد مفتوح، ثلث مساجد تركستان يعني مغلقة بهذه الحالة. ثم صلاة التراويح يعني مساجد مغلقة تمام لا يصلى، مساجد مفتوحة يعني في عدة مساجد يختارون في المحافظة في مدن، يعني يسمح حتى يرى للعالم الخارجي أن أهل تركستان وشعب تركستان يعني يؤدون صلاة التراويح فقط، هذا إعلاميا وليس ما هي يعني نعم. بالفعل. ثم يعني هنا صلاة التراويح يعني يحدد الحزب الشيوعي 15 دقيقة، ربع ساعة فقط، يفتح باب المسجد. هؤلاء يعني مسلمون ينتظرون أمام المسجد، أمام بوابة المسجد. بعد يعني فتح البوابة يدخلون خلال ربع ساعة فقط، يؤدون صلاة التراويح 20 ركعة بسور العشر الأواخر، ثم يخرجون مباشرة. لا يستطيع أحد يبقى في المسجد أكثر من ثلث ساعة. بهذه القسوة يؤدون، يعني ماذا يؤدون يعني لا ندري. في ربع ساعة يصلي نعم. 20 ركعة، كل شيء يعني شكلي. ولكن دكتور اسمح لي هنا، أنت قلت بأن قبل 2013 لم تكن هذا الاضطهاد بهذا الشكل. هل المشكلة يعني معناه أن المشكلة ليست في سياسة الحزب الشيوعي وإنما في سياسة شخصية لدى الرئيس الحالي للصين، أليس كذلك؟ يعني كل رئيس في الحزب الشيوعي يأتي بسياسات جديدة. قبل يعني شي جين بينغ كان هنا هو جينتاو، هذا
يعني أكثر انفتاحا للأفكار يعني إيديولوجيات وللحضارات، من بينها الإسلام مثلا. يعني يترك الشعب لحضاراتهم، لثقافتهم، لتقاليدهم، حتى يكون حرية أكثر، ويعني يخضع لسياسة الصين، لسياسة الحزب الشيوعي، رغم أن هنا معاناة موجودة مستمرة منذ الاحتلال. ولكن يعني في أداء الصلوات، يعني الصيام، أداء الصيام، أداء الصوم، ويعني أداء الزكاة، لم يتدخل الحزب الشيوعي أكثر كما يتدخل هذا الرئيس. معاناة مستمرة، ولكن هذا الرئيس دكتور معكم كأقلية مسلمة. نعم، مشكلة هذا الرئيس أولا، يعني هذا الرئيس مباشرة يعني بعد مجيئه أعلن إنهاء يعني الهويات غير صينية. أولا الهويات غير صينية يعني أن هذا الرئيس يريد محو ثقافة الإسلام، ثقافة البوذيين من تبت، وثقافة المغول من منغوليا، يعني كل المناطق المحتلة يريد تسيينها ومن ثم أعلن هذا الرئيس يعني تسيين الإسلام، يعني صياغة الإسلام بمبادئ شيوعية، بمبادئ اشتراكية وهكذا. ثم يأتي بسياسات يعني توحيد الأمة الصينية، معناه يعني تغيير كل الأمم بهوية يعني الهان الصيني، يعني الأغلبية، الهان قومية أغلبية 90% هؤلاء، يريد يعني سهر أو تذبيب هؤلاء الشعوب، يعني الأقليات، مسلمون ومنغول وتبت وجانزو وسالار وهكذا. هنا يعني 56 قومية، يعني يريد تذويبهم بالكامل على يعني المجتمع الصيني، ليس مجتمع صيني، في يعني ثقافة الهان الصيني. يعني هنا مجتمع يتركب من عدة مشارب مثلا، صحيح، إيديولوجيا، ثقافيا، تقليديا. لكن هذا الرئيس يريد إنهاء تقاليد، إنهاء ثقافات، إنهاء كل شيء، رغم أن يعني هنا يعني القانون، الدستور الصيني يسمح لثقافات ويسمح لأديان سماوية، لكن كل شيء يعني بعد مجيء هذا الرئيس يعني أصبح كلها. أفهم من كلامك دكتور محمد أن القانون الصيني وكذلك حتى سياسة الحزب الشيوعي الصيني تسمح بالانفتاح وحرية الفكر وما إلى ذلك. إذن هنا الرئيس الحالي هو يخالف هذه المعايير وهذه القوانين. يخالف، لكن يعني ينفذ هذه المخالفات كلها بيد مثلا يعني الأئمة الدمية مثلا. وهذا يعني شيء يدمي قلوب المسلمين عاما في جميع أطراف العالم. هنا يأتي يانغ فامينغ مثلا، هذا رئيس جمعية الإسلامية في الصين. هذا الرئيس يعني هذا الشخص دائما ينفذ يعني أكثر مما ينفذ يعني كوادر حزب الشيوعي الملحد مثلا، ملحدين. هذا يأتي مثلا نحن نصيغ الإسلام حسب مبادئ اشتراكية شيوعية، يعني دائما يلقي خطابا من فم شي جين بينغ، رئيسنا شي جين بينغ هو معزم، يعني يأمرنا بكذا وهكذا، لا علاقة بالدين مما يصدرون مثلا. وأبرى هذه الدمية، هذا اسم فقط كمثل، صحيح. كمثال. نعم. كثير من أمثالهم يعني ينفذ هذه السياسات بهذه الطريقة. ثم يأتي هنا يعني هنا شرطة وجيش وهؤلاء يعني ليضغط على المخالفين، يعني لاعتقال أو احتجاز أو سجن، يعني حكم السجن، كل شيء يأتي بعد هؤلاء الدمية. هؤلاء الدمية عملاء يعني يخدمون لرئيس شي جين بينغ. فهنا لا يوجد أحد يعني يستطيع ينظر الحزب الشيوعي يعني الدستور الصيني، ولا هنا مبادئ أو ثقافات قبل هذا الرئيس. كان هنا مثلا بعض الرؤساء الصينيين مثلا ينفتح قليلا للأفكار، للثقافات، للأديان وهكذا، لكن عندما يأتي أحد ينظر أو يقول أن الدستور الصيني يسمح وهكذا وهكذا، من أنت؟ مباشرة يعني حياته
إما في السجن أو في الاعتقالات وهكذا. نعم، إذن أستاذي، ولكن ما الحل يعني لدى المجتمع وخصوصا المجتمع التركستاني؟ يعني هل من منظمات مجتمع مدني، منظمات دولية، إلى أين يصل هذا الصوت؟ والله بعد يعني صعود هذه المشاكل الإنسانية وهذه المعاناة، يعني 35 مليون مسلم، يعني هنا تسربت يعني بعض آثار هذه الجرائم، جرائم إبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، تسربت إلى العالم الخارجي في بداية 2013 2014 وحتى 2015. هنا كثير من إخواننا في الدول العربية والإسلامية يتعاطف معنا ويدعو لنا ويسمع أصواتنا ويعني يتحرك لتوعية المجتمع حتى يعني يشعرون أن هناك إخوانا هم مضطهدون، إخوانا هم هكذا، يعني الإسلام مستهدف والمؤمنون والمسلمون مستهدفون بمحوهم ومحو ثقافتهم وهكذا حتى محو وجودهم. ولكن بعد يعني 2015 بداية 2016 هنا الصين يعني بعد يعني إطلاق مشروع طريق الحرير نعم. مباشرة يعني بدأ واحدا تلو أخرى تلو آخر يعني ينظم لهذا المشروع فيسكت بمقابل اشتراك لهذا المشروع، يعني اشتراك لهذا المشروع التجاري يعني ابتزاز سياسي. نعم. لهذه الأطراف حتى تسكت عن الحديث عن الملف الإنساني في تركستان الشرقية. نعم. أنت ذكرت بأن أقليات كثيرة غير المسلمين تتعرض لهذه الإجراءات. نعم. هذه الأقليات يعني هل هي بنفس المستوى إعلاميا؟ لا توجد لديها أصوات وتظهر ما تتعرض له إلى العالم؟ نعم، كل القوميات غير الهانسينيين تتعرض، يعني قصدي يعني صاحب تقاليد خاصة، صاحب أديان سماوية مثل النصرانية، تبت أو مسلمون مثلا، كلهم متعرضون إلى هذا. لكن تركستان بشكل آخر، تركستان يعني أهل البلد يعني كلهم مسلمون باستثناء الهانسينيين المستوطنين. هناك وحدة جغرافية ودينية. نعم. وهذا هو الذي امتازت عنه نعم. تركستان عن غيرها. إقليم في آسيا الوسطى، يعني بجوار يعني دول آسيا الوسطى مثلا طاجكستان، قرغيزستان، تركمانستان، أوزبكستان، دول إسلامية. نعم، هؤلاء إخواننا. يعني نسبة شعب الأيغور يعني يعيش هنا، ونسبة هؤلاء يعني قزاق قرغيز يعيش فيما بيننا في تركستان الشرقية. لكن الاتحاد السوفيتي والصين يعني رسم الحدود بعد الحرب العالمية الثانية وتقاسمت المنطقة فيما بينهم، فأصبحنا هكذا محتلين من قبل هؤلاء الأعداء الكبار مثل يعني روسيا والصين وهكذا. فالصين تستمر هذه المظالم، ويعني الاتحاد السوفيتي بعد تفككه هنا استقلت إخواننا في تركستان الغربية. خليني أعود إلى كلام سابق. نعم. هنا أهل البلد تركستان الشرقية يعني منذ 2013 محرومون تماما من أداء يعني تقاليدهم، أداء ثقافة الدين، أداء يعني شعار، يعني الشعار ديني بشكل يعني شبه كامل. يعني لماذا أقول هكذا؟ لأن هنا الصين تستخدم يعني كبير في الصين أو قليل من أهل تركستان حتى يرى للعالم الخارجي أن الصين تسمح يعني الحرية. نعم الحرية لدى الصين، حرية دينية وهكذا، ليرى هكذا. فلذلك بعض المدن يعني يفتح مساجد يعني للإعلاميين، للأجانب، للسياحيين، يعني كأن هؤلاء السياحيون وإعلاميون يصور فوتو وهكذا يفعل فيديو وينشر للعالم الخارجي أن هنا مساجد مفتوحة، وكل هذا دعاية حتى يعني من قصد يفعل هكذا. صحيح. لكن الشعب هنا يموتون ازدهادا ويموتون معاناة. وهنا مثلا منذ 10 سنين، منذ 8 سنين تحديدا 2016 هنا يعني 5 ملايين، نقول 8 ملايين مسلم في المحتجزات، في المعتقلات.
هؤلاء يعملون للحزب الشيوعي مجانا بالأعمال السخرية وهكذا، لكن لم نسمع يعني أي دعم يعني إعلامي من العالم الخارج، من العالم العربي والإسلامي. سنأتي للدور نعم. الإقليم وكذلك الإسلامي والعربي خاصة، لكن نعم. لو بقينا في موضوع مثلا العدد السكاني للإقليم كم هو حاليا؟ عدد السكان يعني حسب إحصاءات صينية هنا 25 مليون، ولكن يعني أهل المتخصصين أكاديميين وخبراء من تركستان ومن غير تركستان حتى في سجلات أكاديمية في تركيا يقدر 50 مليون. منذ 30 سنة يعني هنا يعني سياسيون في المنفى وممثلون للشعب تركستان الشرقية نقول 35 مليون مسلم يعيش في تركستان الشرقية. إقليم واسعة يعني 1,800,000 كيلومتر مربع، إقليم شاسع. أهل البلد حتى إذا أحصينا مدينة بعد مدينة وهكذا يصل هذا العدد إلى 40 مليون 50 مليون براحة، لكن الصين يقلل العدد حتى يقلل الضغوط من الخارج. نعم، من ضغوط الخارجي على الحزب الشيوعي تجاه تلك الإجراءات القاسية الظالمة. نعم، إذا ذكرت بأنه رمضان ربما هو الأقصى كان هذه المرة هذا العام. نعم. على مر السنوات الماضية. نعم. هنا نتساءل أين دور الإعلام المحلي؟ يعني ألا توجد منظمات مجتمع مدني في داخل المجتمع الأويغوري؟ نعم. أو كذلك يعني التعليم في هذا المجتمع وبهذا العدد يعني أكثر من 30 مليون تقريبا. نعم. هل لهم دور في مثلا في السلطات المحلية في الإقليم أم أن تهميش في نعم. جميع الجوانب؟ نعم. سؤال غاية في الأهمية، يعني هذا يعني يفجع قلوب الإنسانية يعني كافة أطراف العالم. الحزب الشيوعي حزب واحد فقط في داخل الصين. نعم. هنا يعني أقاليم مقاطعات كلها يعني بعد تسلسل الحزب الشيوعي يدار تسلسليا من حزب الشيوعي، لا يوجد أي حزب يعني مناهز أو منافس للحزب الشيوعي. هذا أول. ثانيا، الصين لن تسمح منذ قيامها لتشكيل يعني الجمعيات وقف وهذه الأمور، بل صادرت كل الأوقاف وأغلقت كل الجمعيات وهدمت كل المدارس الإسلامية، مدارس دينية حتى للتبت مثلا. يعني هنا لا يوجد للمجتمعات مدنية أي شيء، يعني إلا هنا بقي فقط المساجد. مساجد لها يعني إدارة مستقلة كانت يعني حتى يجمع زكاة الناس ويؤسس من جديد، مثلا يجدد بنايات ويجدد يعني سجادات وهكذا حتى يجدد. وهنا إدارة مستقلة لكل مسجد كان، لكن يعني كما قلت لكم بعد 2013 يعني لا يوجد هنا أي شيء إدارة يعني إلا بيد الحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي يعني هذا تسلسل يعني مباشرة كأنها تدار المسجد، كأنه تدار يعني يدار من لجنة المركزية للحزب الشيوعي في بكين. نعم. وهكذا يعني مراقبة يعني مشددة وتسلسل قوي لإدارة كل المؤسسات وكل المجتمعات المدنية، وهذا من داخل. لكن من مجتمعات مدنية أو يعني مؤسسات إنسانية من خارج، هنا منذ صعود هذه الأزمة الإنسانية يعني تكررت عدة تصريحات من الأمم المتحدة، من Human Rights Watch، تنديدات وتصريحات وإعلانات، وحتى أكثر من 11 دولة أعلنت أن ما تقوم به الصين في تركستان الشرقية هي إبادة جماعية بمعنى الكلمة، وهكذا أصدرت. وهنا تقارير موجودة، من أراد إن نحن نوفر حتى موجود في السيستم. وكثير من يعني خبراء من مؤسسات دولية مثل يعني معهد السياسات الاستراتيجية في أستراليا، ومثلا
العفو الدولي. كيف وصل هذا الصوت للمجتمع الدولي؟ يعني بعد يعني صعود شكوى تركستانيين في المنفى هؤلاء لتصديق أو تكذيب هؤلاء الادعاءات، يعني سربوا يعني زوارين كزوار عادي أو صحفيين أرسلوا، فكشفوا كل يعني ما حكينا نحن للعالم الخارجي هو قليل، بل قليل مما نشكو نحن. نعم. وهكذا هذا الفريق الذي نزل كسياح وفرق إعلامية، هل لمسوا فعلا هذه المعاناة؟ نعم طبعا. هنا حتى من رحالة من العرب، هنا يعني أخ خالد صديق من سعودية، وجو حتب من سعودية، وواحد أخ من مصر، وكذلك واحد رحال من تركيا، يعني اختياريا. وهؤلاء يتجولون أطراف العالم، يعني تجولوا في شوارع تركستان الشرقية. في الأصل هؤلاء ذهبوا للزيارة فقط لسياحة، لكن بعدما كشفوا أن هؤلاء ممنوعون من الصيام في نهار رمضان، ممنوعون من أداء صلاة التراويح، كل شيء، بعدما رأوا هذا يعني تصوروا وأخفوا ثم عادوا إلى دكتور محمد، سأسألك خارج. عن يعني ملف مهم. شعب يعني العدد السكاني ليس قليل، يعني ماذا عن التعليم ومنها التعليم الجامعي مثلا في تركستان؟ نعم، نحن كشعب تركستان الشرقية منذ سقوطنا للاحتلال، قبل الاحتلال كان هنا جامعات ومدارس، كلها كان بيد تركستانيين، يعني يدرس بأعلى مستوى يعني بالنسبة لإخواننا في آسيا الوسطى مثلا. حتى تاجيك، أوزبك، قرغيز، تركمان، هؤلاء يرسلون أطفالهم لدراسة إلى تركستان وهكذا. كاشغر هو معدو يعني الحضارات والتعاليم الدينية والثقافية، كان هكذا قبل الاحتلال. وبعد الاحتلال مباشرة يعني هنا جامعات أصبحت بيد سلطات الحزب الشيوعي، ثم مدارس يعني كلها كانت في يعني في يد الحزب الشيوعي. فبقي هنا مدارس أهلية، مدارس تقليدية مخفية عن عيون الحزب الشيوعي، السلطات في الصين. نعم. يعني نحن كنا نستمر يعني من أستاذ إلى طالب، من طالب إلى طالبه، وهكذا يستمر تسلسليا بالحفاظ على ثقافة دراسة تقليدية، علوم شرعية وغير العلوم الشرعية كلها هكذا يستمر. حتى في البيوت أمهات وآباء يعني كأنهم أستاذ، كأنهم معلمون، كأنهم مدرسون في أسرتهم، لأننا يعني لا نثق يعني بتعاليم الصينية، التعاليم الصينية بالمناهج الحكومية. نعم، مناهجهم كما تعرفون يعني فكرة الإلحاد يصاغ على دماغ، يعني في دماغ الطلاب من صغر. إذن هو منهج مفخخ. نعم، يعني لا يوجد هنا يعني ما يعلم للأطفال إلا هنا يعني شكل كل شيء. فلذلك نحن يعني ندرس أطفالنا في بيوت، في مدارس أهلية وهكذا، نستمر هكذا. لكن للأسف مدارس، حتى مدارس مخفية يعني تم يعني محوها وإغلاقها. ثم الأساتذة وطلاب العلم وحتى الصغار لا يوجد هنا أي رحمة من شفقة من طرف الحزب الشيوعي. فبعد هذه المعاناة وهذه يعني إجراءات قاسية وسجون واعتقالات واحتجازات، يعني الآن انتهى التعاليم التقليدية في تركستان الشرقية. الآن يعني هنا في خطر أو أزمة يعني في تعليم شعب تركستان الشرقية بمعنى الكلمة. نعم، سأسألك هنا وأنتم يعني كموقع جغرافي دول إسلامية كثيرة يعني مجاورة لتركستان، نعم، ما هو دور هذه الدول على الأقل المجاورة لكم؟ نعم. لا أتحدث عن الإقليم بشكل عام. نعم، للأسف هنا باكستان في عهد يعني ضياء الحق رئيس الوزراء ضياء الحق في آخر الثمانينات وبداية التسعينيات، نعم، كان يساعد أهل تركستان بشكل مكثف حتى لتعليم وإرسال بعض الطلبة إلى باكستان من تركستان،
وقبولهم في جامعات في معاهد وهكذا. وحتى دول آسيا الوسطى بعد استقلالهم يعني استقبلوا تركستانيين المعانين من هذا الظلم وساعدوا في تعليم في تجارة نعم وهكذا. عفوا اسمح لي هنا سؤال، يعني هذه نعم. الدول وعلى رأسها باكستان، هل تتعامل مع باكستان أقصد تتعامل معكم بشكل منفصل، أم أن العلاقة بين هذه الدول وبين الإقليم هي تخضع لسياسة الحزب الشيوعي والسلطة المركزية في بكين؟ كانت سابقا تتعامل مع الإقليم كأهل البلد، يعني هنا شعب واحد ثقافة، نحن أهل تركستان ثقافتنا واحدة مع أهل آسيا الوسطى بالكامل وأفغانستان وباكستان بالكامل. يعني يجمعنا المذهب الحنفي وعقيدة الماتريدية ومدارس تقليدية مثل مدرسة ديوبندية ومدرسة يعني تقليدية في هند وباكستان، كلها يجمعنا هذه الأمور. حتى يعني اتجاهات فكرية إيديولوجية كلها نحن شعب واحد، كان هكذا. لذلك يعني قلت لكم يعني في أحد ضياء الحق، لكن يعني منذ حدوث هنا 11 سبتمبر في 2001 نعم يعني تم كل العلاقات، يعني تم فصل كل العلاقات من تركستانيين، وبدأت هذه الدول تتعامل مع يعني السلطة المركزية في الحزب الشيوعي في بكين مباشرة، وهؤلاء بدأوا يهمشون تركستانيين يعني في كل العلاقات، بل يعني تخدم للحزب الشيوعي بإرسال يعني تركستانيين، بترحيل تركستانيين من هذه الدول لسلطات صينية. نعم. تكررت كثيرا جدا من باكستان ومن آسيا الوسطى، حتى آسيا الوسطى كلهم إخواننا في العرق، إخواننا في الدين، لكن يعني كأنها الآن أصبحت يعني كولاية تابعة للصين مثلا. ضغوطات سياسية ربما خضعت لها هذه نعم. الدول. وهنا سؤالي عن التنقل، حرية التنقل بينكم كإقليم وبين الدول المجاورة، هل هناك حرية في التنقل أم لا؟ هذا يعني أقول مباشرة دون أي تردد مستحيل أبدا. تنقل مستحيل أبدا بين يعني تركستان وتركستان الغربية، يعني دول آسيا الوسطى. نعم. بين باكستان وبين أفغانستان وتركستان الشرقية يعني مستحيل تماما، منذ يعني أكثر من 30 عاما منذ استقلال هذه الدول، يعني هذه الدول الآسيا الوسطى، ومنذ بداية التسعينيات يعني تم يعني نعم. فيما تبقى من دقائق هنا دكتور محمد، سأسألك عن موضوع وعلاقتكم بتركيا. نعم، يعني علاقتنا بتركيا أولا نحن يعني إخوة في العرق، يعني لأن أهل تركستان هم يعني جذر مؤصل لشعوب التركية. يعني الأتراك انتشروا يعني من تركستان، هذا أول. ثانيا تركيا يعني يعني أحيانا هي تستخدم نفوذها السياسي يعني موقع استراتيجي لها ودورها الفعال في السياسات العالمية، ليس فقط علاقتها مع الصين فقط. هنا دائما يكون مع المظلومين، كوقوف تركيا مع شعب غزة، مع فلسطين، مع قضية فلسطين، ووقوف تركيا مع قضية كشمير، قضية روهينجيا. تقف كما تقف مثل هذه القضايا، تقف مع قضية تركستان الشرقية يعني كقضية إنسانية أولا، ثم كقضية عرقية، لأننا يعني إخوة في العرق معهم. وهكذا دائما كان يعني يدعمنا ولو سياسيا أو كلاميا إعلاميا. لكن منذ 2015 أو 2016 كما قلت لكم، حتى تركيا دخلت في فخ يعني هذا المشروع طريق الحرير، يعني بدأت تتراجع من دعمها لتركستانيين في تركستان، وبدأت يعني تنكمش هذه السياسات الفعالة لإنقاذ تركستانيين ولو صوتيا ولو إعلاميا، يعني تنكمش وتتراجع يعني مرحلة بعد مرحلة. وهذا يعني أن يعني صعود الصين استراتيجيا اقتصاديا إلى نحو الشرق الأوسط وإلى الدول الإسلامية والعربية
يعني ضحايا هذا التقارب هي الأقليات الدينية. يعني نحن شعب تركستان الشرقية ضحايا هذا التقارب، نحن أهل تركستان الشرقية. يعني تستمر أو تسعد يعني هذا الظلم وهذه المعاناة إلى ذروتها في هذه الأيام. نعم. إذن لماذا الخوف يعني من قبل بكين من تركستان الشرقية تحديدا؟ في الأصل يعني تركستان كما قلت لكم موقع جغرافي استراتيجي في قلب آسيا، يعني منطقة مملوءة بالثروات أرضية وفوق الأرض، مثلا منطقة شاسعة. فالصين تعاني من قلة الموارد الطبيعية، فتركستان توفر للصين يعني 40% لاحتياجات الصين. يعني سكان الصين يعني مليار و400 مليون نسمة. نعم. يعني تركستان الشرقية يعني كما قلت لكم 35 مليون إلى 50 مليون فقط. فالصين ترى أن تركستان الشرقية هي يعني الآن مخزن للصين، يعني إذن هي كذلك اقتصاديا. نعم. محطة رئيسية لخروج طريق الحرير إلى يعني آسيا الوسطى، إلى دول الخليج، إلى الشرق الأوسط، ومن بعد ذلك إلى إفريقيا وإلى أوروبا. تركستان هي محطة رئيسية. إذا سقطت تركستان يعني أو استقلت تركستان بيد المسلمين، فهنا ربما الصين تخاف غرب الصين ستكون من الغرب مهددة. نعم، وهكذا ترى هكذا. نعم. إذن دكتور ثانيا محمد أستاذنا يعني دقيقة واحدة فقط. ثانيا أن تركستان الشرقية مع شعوبها منذ 12 قرن هي منطقة إسلامية، يعني شعبا وقلبا وقالبا من جزء من العالم الإسلامي. فالصين دائما تسعى لتناسي أو نسيان العالم العربي والخارج يعني إسلامي، يعني أن يعني هذه المنطقة يعني الصين تسمي شينجيانغ بمعنى يعني مستعمرة جديدة أو أرض جديد باللغة الصينية. يعني هذا المنطقة جزء لا يتجزأ من الصين. الصين تسعى إلى هذا. كل التبادلات التجارية، كل العلاقات الدبلوماسية أو علاقات، حتى علاقات عادية، تبادل طلابية مثلا، علاقات ثقافية، كل العلاقات تستخدم هذا الكارت. يعني مثلا تركستان ليس تركستان شينجيانغ تسمي باللغة الصينية حتى تناسي يعني المسلمين من هذه المنطقة، يتنازل المسلمون من هذه المنطقة. ثانيا هنا حضارات إسلامية قوية منذ العصور، منذ القرون. يعني الصين تسعى محو هذه الحضارات وهذه الثقافات، مثل من بينها هدم المساجد، تغيير المقابر. إذن هو استهداف ممنهج. نعم. واستراتيجي صحيح. وهكذا حتى يصبح تركستان يعني منطقة صينية، ليس منطقة يعني بذاتها. نعم. إذن الهدف هنا هو القضاء على كل ما له علاقة بتاريخ وحضارة تركستان الشرقية. بالطبع. فيما تبقى من دقائق دكتور محمد، ضعنا في أعراف وعادات وتقاليد المجتمع الإسلامي في تركستان، وخصوصا في العيد كزيارات و يعني حتى مأكولات وزي كذا. يعني ضعنا في صورة العيد. نعم. الحمد لله، يعني كل عام وأنتم بخير. لكم وللمشاهدين جميعا سؤال مهم. أنا نسيت لبس قبعتي، هي خاص للأيغور. نعم. معروف. نحن عندما يأتي يعني العيد، يعني كل أهل البلد من صغار إلى الكبار، نساء ورجال، كلنا نلبس ثياب تقليدي خاصة للأيغور، لأهل تركستان. ثم لدينا ثقافات مختلفة من بقية البلد، وهي يعني تظهر أو تبرز في مثلا اهتمام بإحياء ثقافتنا، مثلا يعني اللعبة التقليدية للأيغور. هنا عدة لعب يعني للشباب وللكبار وهكذا. ثم زيارة الأساتذة، يعني هنا الأساتذة يعني هم في المقام الأول. لا يقصر أحد، شباب أو كبار أو أي شيء، أي شخص يعني في تورط
من زيارة الأساتذة، من زيارة الكبار. يبدأ من أقاربهم ثم إلى الأساتذة ثم إلى أصدقائهم وهكذا، يعني ثقافات قوية في هذا المجال. ثانيا هنا فترة العيد يكون فرحة لجميع يعني الزوايا في المجتمع. الأغنياء يتفقدون الفقراء، جميل. الكبار يتفقدون الضعفاء مثلا، حتى كبار السن من المشايخ، حتى يعني يدخل في قلوب الناس الفرحة، يزورون لهؤلاء المساكين وهؤلاء الفقراء مثلا. وكذلك يعني أي شخص لا يتورط في زيارة جاره، حتى نبدأ بزيارة إلى يعني 20 بيت من هذا الاتجاه، و20 بيت من هذا الاتجاه وهكذا. هذا يعني ثقافة يعني يتميز أهل تركستان، تقليد على مدى عصور. نعم. ثم هنا يعني رقص إسلامي، كان رقص إسلامي أو نقول رقص صوفي. نعم. نجتمع يعني في خنقة معناه مسجد كبير في الحي، يعني من بين 5 مساجد أو 6 مساجد هنا مسجد كبير. يجتمع أهل الحي، أهل المنطقة في هذا المسجد في العيد، حتى يصبح آلاف الناس يصلي جماعة اجتماعا في مكان. ثم بعد صلاة العيد يعني هنا في ساحات المسجد يعني شباب يرقصون برقص إسلامي صوفي نحن نسميه سما، يعني يشبه قليلا يعني سما أو رقص صوفي للأتراك. هؤلاء يسمين هذا يعني مولانا، تقليدا إلى مولانا جلال الدين الرومي. ونحن لدينا يعني رقص خاص نحن نسميه سماء فقط. يعني هذه العادات والتقاليد التي تقومون بها في العيد، يعني هل هي بعيدة نوعا ما عن ممارسات الحزب الشيوعي، أم أنها حتى هذه مستهدفة؟ نعم، حتى هذا يعني مستهدفة. يعني هذه التقاليد كلها يعني نحن مشترك مع أهل أفغانستان وأهل آسيا الوسطى، حتى أتراك يعني هؤلاء أصبحوا يفعل هذا يعني في مناسبات خاصة، لكن نحن نحيي هذه المناسبات كلها في عيد مثلا، في الزفاف، في الزواج، في حفلة الزفاف هكذا. ثانيا أن هذا التقليد الآن أصبح دعاية للحزب الشيوعي. أن الحزب الشيوعي في أول أيام العيد يعني بعد صلاة العيد مباشرة يطلق للعالم أن أهل البلد يؤدي صلاة العيد جماعة ويرقصون وهكذا. الآن أصبح يخدم لدعاية الحزب الشيوعي هذا الرقص. ومن جانب آخر كنا سابقا نحن نرقص يعني بفرحتنا، الآن يرقص فنانون مدربون من قبل الحزب الشيوعي، بل الهان الصينيون. أصبحت هذه العادات توظف من قبل الحزب الشيوعي. نعم، لإظهار الهان الصينيون يعني كوادر الحزب الشيوعي يرقصون بدلا منا ويظهر للعالم أن أهل البلد يعني يرقصون بحرية ويحيي ثقافتهم. إذن يعني هناك استغلال حتى للأفراح في هذه المناسبات. نعم. إذن وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. دكتور محمد أمين الأويغوري. نعم، الأويغوري. نعم. والله لدي كان كثير من الأفكار حتى أتشارك وأشارك هذه الثقافات مع إخواننا في العالم العربي والإسلامي، لكن للأسف انتهى الوقت. لا، ستكون هناك حلقات قادمة بحول الله تعالى، أعدك بذلك دكتور محمد، الباحث في الفكر السياسي الإسلامي ومسؤول العلاقات الخارجية أيضا بالاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية. أشكرك جزيلا، وبحول الله تعالى سترى النور تركستان الشرقية قريبا، وأشكرك جزيل الشكر. وكلمة أخيرة تفضل. كلمة أخيرة، أنا أتشارك مع العالم العربي والإسلامي شعوري فرحتي يعني اقتراب يعني عيد الفطر. يعني كل عام وأنتم بخير أيها المسلمون في أطراف العالم جميعا. ثانيا
يعني أتشارك معهم حزننا ويعني قلوبنا مع أهل غزة في هذه الأيام المباركة. صحيح. يعني فرج الله عنا جميعا، ونحن أهل يعني تركستان الشرقية معكم قلبا وقالبا. يعني نحن أصحاب المعاناة، يعني نشعر معاناة يعني المعانين. المعاناة قاسم مشترك بينكم وبين نعم. سكان غزة. نعم. إذن نعم. أشكرك وأعتذر على المقاطعة دكتور مرة أخرى، وأشكرك جزيلا، وبحول الله تعالى كما ذكرت ستكون لنا حلقات قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج ليالي العيد. ألقاكم في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.